السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم أم روية الطبخ والأشغال اليدوية. مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. وصفة ديال اليوم هي مركز ديال الحامض لجميع أنواع العصائر، ويمكن أنا ناخدوه حتى هكا بوحدو، علاش لا؟ يعني نزيدو معاه طريف ديال الزنجبيل محكوك، ولا نديروه غير هكاك بوحدو بدون زنجبيل. كيجي زوين. ويمكن لينا حتى نضيفو يعني معلقه من هذا المركز مع عصائر اخرى. كيعطي مذاق اللي هو رائع وزوين بزاف وصحي ولذيذ وبنين، وغادي ينفعكم ان شاء الله في الشهر الكريم ان شاء الله يا ربي. كما كنعرفوا اننا في رمضان كنستهلكوا بزاف ديال العصائر. هذا غادي يعزز لينا المناعه اولا حيت فيتامين سي، وثاني حاجه غادي يروي عطشنا. راه زوين بزاف ان شاء الله وغادي يعجبكم اكيد. هنا خديت واحد الكميه ديال الحامض، غسلته مزيان، كررت له الجلده كيف ما كتشوفوا من داك النقيطات اللي كيكونوا فيه كحل وداكشي كله حيدته بالموس. يعني انا كررته بالموس، الجلده كررتها بالموس، وانا كنغسل حتى ولا نقي كيف ما كتشوفوا، ما بقاش فيه داك النقيطات. وإلا بانت ليا شي ضريبه ولا شي حاجه كنحيدها، يعني كما شفتوا داك الحمضه اللي محطوطه كنحيدها بالموس. وغادي ناخذ الحكاكه من الجهه الرقيقه، وغادي نحتاج حتى الخلاط الكهربائي باش نطحن فيه هذاك اللب ديال الحامض. وغادي نحتاج للسكر حبيبات. سكر حبيبات كيبقى على حسب الذوق. ما عبرتش انا حيت الحامض حيت شي مرات ما كيكونش عندنا معبور، يقدر يجيبوا لينا شي حد، يقدر يشريه مثلا راجلكم ما يعقلش شحال من كيلو جاب. هنا غادي نضيفوا السكر يعني كميه بشويه بشويه، وحنا كنذوقوا حتى كنوصلوا للمذاق اللي هو هذاك، يعني ما حامضش بزاف ما حلوش. وكنحبسو. هنا كما كتشوفوا كنحيد غير الجلده الصفراء، ما نوصلش للجلده هذيك البيضاء نهائيا. انا خلاص غادي نكمل طبعا الحكان ديال هذاك الحامض كله. هنا غادي نختصر معكم المرحله غير باش تشوفوا، وانا غادي نكمل من بعد باش ما نطولش عليكم فيديو اكثر. هنا كما شفتوا الحامض الاخر اللي بقى راه كنقشروا، كنحيد منه كاع داك الجلده البيضاء كلها باش ما كيجيش المركز حار اولا مر، حيت هذيك الجلده مره. وكنحيد حتى العظومه، يعني حتى العظومه كيمروا ما كنديرهمش حتى هما يطحنوا، ما عدا الا زاق شي عظيم ولا جوج راه ماشي مشكل ما كيبانش. كنقطعوه هكا كما كتشوفوا في الخلاط الكهربائي. وغادي نحاول من بعد نخرج هذاك الماء اللي كيكون في العصير في الحامض عفوا، باش ما نزيدش الماء، يعني باش نطحنو غير في العصير ديالو. هنا بعد ما حكيت كاع الحامض كيف ما شفتوا كامل اعطاني هاد الكميه ديال القشور. هنا الحامض الاخر غادي نقشرو حتى هو وغادي نديرو في الخلاط الكهربائي هنا كيف ما شفتوا. وغادي نطحن ومن بعد غادي نصفيه فوق هذاك القشور اللي وجدت من قبل، يعني اللي حكيته من قبل. هنا غادي نصفي وغادي نحاول بواحد الملعقه هكا نخرج داك السائل كله اولا داك العصير كله يهبط لتحت. وغادي نمعس مزيان باش يبقاو لي هنا غير الشوائب، والسوائل كلهم يهبطوا فوق هذوك القشيرات ديال الحامض. وكنخلط باش ينسجموا داك المكونات مع بعضياتهم، وداك القشيرات كيطلقوا لينا النكهه في هذاك العصير. هنا غادي نكمل انا وغادي نرجع معكم. هنا من بعد ما طحنت كاع داك الحامض وصفيته كيف ما كتشوفوا، بقاو ليا هاد الشوائب هادو تاهما ما غاديش نلوحهم، غادي نحتاجهم في حوايج اخرى. وهنا خلطت مزيان هذاك العصير ديال الحامض مع داك القشيرات. وكيف ما قلت لكم غادي نزيد السكر حبيبات بالتدريج. غادي نزيد واحد الكميه ماشي كميه كبيره بزاف يعني، وغادي نحرك مزيان. غادي نبقى نحرك نحاول انني نذوب هذاك السكر باش يعطيني الماء، باش يعطيني داك القواش حلو، ولا مازال خصني نزيد. غادي نذوق، واكيد غادي نزيد واحد شويه. هذا المركز ما خصوش يكون حلو بزاف، يعني من الاول يكون حلو بزاف وما خصوش يكون حامض بزاف، يعني لوغو خصو يكون مناسب. حتى الا جا حامض شي شويه فاش نبغيو نقدموه نزيدو السكر، يعني كل واحد غادي يزيد السكر على حسب قياسه هو. ولكن الا جانا حلو بزاف راه ما عندناش ليه الحل، من الاحسن ما نكثروش السكر بزاف. وهنا غادي نغطيه وغادي نخليه ليله كامله. واكيد فيما تحت ليا فرصه ودس من قدامه غادي نحرك هاد الخليط، يعني غادي نحرك من الفوق لتحت.
مره في ساعتين ولا في 3 سوايع. كل ما دزت من قدام وتفكرت غادي نحرك. هنا لا غد ليه في الصباح، شو كيصبح ليا، كيصبح خاتر وطالق اللون. انا خلاص كان مازال عندي واحد شويه في الكونجيلاتور، خويته من هذاك العلبه، درت في علبه واحده اخرى. هانتوما كيولي فاش كيتكونجلا راه ما كيقصحش بزاف، بحكم انه فيه سكر سنيده ما كيقصحش بزاف، كيسهل علينا اننا نهزو منه ونستعملوه. هنا غادي نصفي هذاك الخليط اللي بيت كيف ما كتشوفوا في هذيك العلبه، وغادي نعاود تاني بنفس الطريقه انني نضغط على ديك القشيرات باش يطلقوا النكهه، وفي نفس الوقت باش نهبط كاع السائل لتحت ويبقاو غير القشور من الفوق. هنا غادي نكمل نصفيه كله كيف ما شفتوا. انا صفيته كامل تبارك الله. شحال خرج ليا كميه اللي هي معقوله، تقريبا شي 2 يطرو. وهنا غادي نطلعوا الكونجيلاتور وغادي يبقى حتى يقصح مزيان، ومن بعد غادي نبقى نستعملوه في العصائر ديالي ولا نستعملوه غير في كويس ديال الماء. كندير معلقه كبيره تقريبا في كاس ديال الماء وكيتقدم. والحلاوه كتبقى على حسب المذاق، يعني على حسب كل واحد شنو كيبغي. هذا غادي نطلعوه كما قلت لكم حتى يقصح مزيان. انا طبعا ما غاديش نسين حتى يقصح بما انه عندي موجود من قبل. يعني انتم راه كتشوفوا راه كانت هذيك البواطه عامره تبارك الله ديال قبيله وتسالات. راه بحكم الوليدات راه كيحماقوا عليه، راه حسن ليهم من المناضه، حسن ليهم من داك العصائر ديال الزنقه اللي كنستعملوا ما كان اللي كنشريو ليهم ما كنعرفوش كاع باش مصايبين. يعني شي حاجه اللي صحيه وبنينه وديال الدار كنصحكم انكم تجربوه، ما غاديش تندموا، غادي يولي معتمد عندكم وغادي تبقاو فيما شفتوا الحامض تقلبوا عليه تشريوه باش تصايبوا هذه الوصفه. هنا كما شفتوا درت في الكاس تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الحامض اولا مركز الحامض، وغادي نزيد عليه الماء عادي بحكم دابا حنا في فصل الشتاء راه كاين البرد. درت الماء من الروبيني وخلاص هو المركز مثلج، يعني كيجينا هو هذاك القياس، ما كيجيش بارد بزاف. والسكر طبعا كيبقى على حسب كل واحد شنو كيبغي. انا ما غاديش نزيد هنايا سكر حيت انا كيجيني هو هذاك، ولكن الوليدات الصغار كيبغيو الحلاوه غادي يبغيو يزيدوا مازال سكر. حيت كما قلت لكم في الاول انني ما كنديرش السكر بزاف، كندوق وجا حامض كنزيدو سكر في الكاس، كل يزيد في كاسو. الا جا حلو ما كيكونش عندنا ليه الحل. ايوا نتمنى الوصفه ديال اليوم ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش دائما بتشجيعاتكم المتواصله، بالتعاليق ديالكم الزوينه، بكلامكم الزوين اللي كيشجعني وكيعطيني واحد الدفعه انني مازال نزيد نقدم معكم، مازال نزيدكم وصفات. هنا غير اضافه يمكن لكم تضيفوا معاه طريف ديال الزنجبيل، تحكوه في هذاك الكويس ديال الماء وتحركوه، كيعطي واحد لوغو زوين وكيعطي فائده اكثر وصحي اكثر واكثر. ان شاء الله يا ربي تجربوا الوصفه وما غاديش تندموا، حيت وصفه زوينه وتستاهل، وكنتمنى انكم تبارطاجوها مع الناس اللي عزاز عليكم. وما بقى ليا غير نقول لكم عواشركم مبروكه بصحه والسلامه يا ربي وطول العمر وباش ما تمنيتوا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.